البابا هو كروز بلاد المهجر، وفي عهده امتدت الخدمة إلى كل قارات العالم. واليوم احنا معاكم من داخل مطار القاهرة الدولي، ولحظات قبل وصول قداسة البابا وصعوده على متن الطائرة المتجهة إلى دولة المجر. فتابعونا. قداسة البابا تسافر وتوصل بألف سلامة وتحرسك ملائكة السلامة. الله يسلمكم. قداسة البابا نهنئ قداستك بحصولك على شهادة الدكتوراه التاسعة. قداستك مسافر في رحلة رعوية مكثفة تبدأ بدولة المجر ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. محتاجة أعرف أكتر عن تفاصيل الرحلة. هو منح الدكتوراه ده هيكون يوم الجمعة النهاردة، يعني يوم السبت سيكون لقاء رئيس الجمهورية والبرلمان. يوم الأحد هيكون تدشين الكنيسة والسفر، وأوصل أمريكا إن شاء الله بنفس يوم الأحد وبس. قداستك هل في أي رسامات أو أي تدشين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا رسامات، لا عندناش وقت. كلمة من قداستك لأبنائك داخل مصر، وقداستك مسافر لكل أبنائك خارج مصر، تقول إيه لأبنائك داخل مصر؟ ربنا يكون معاكم. قداسة البابا احنا واثقين ان احنا في قلبك، وقداستك دايما في قلوبنا كلنا، لكن محتاجين ان انت تطمنا اكتر عشان انت بتوحشنا كتير. تقول ايه لكل ابنائك يا سيدنا؟ افتش جوه قلبي اشوفكم موجودين ولا لا. كفايه كده. قداسة البابا. البابا عطاؤه مستمر لكل أبنائه داخل مصر وخارجها، فنراه اليوم يذهب في رحلة رعوية جديدة لدولة المجر لتدشين كنيسة، وهي أول كنيسة قبطية بالمجر، وأيضا ليستلم شهادة الدكتوراه التاسعة لقداسته، ومنها يتجه للولايات المتحدة الأمريكية لرعاية أبنائه راعيا وكارزا ومعلما. نطلب من الرب أن يحيط ملائكة السلامة قداسته طول الرحلة، وأيضا أن يحفظ قداسته سنين عديدة وأزمنة هادئة سلمية مديدة. نهى عدلي، أغابي تي في.